Keren Sayop. إلا كرنكم كرن سيوب تام كرنكم كرن سيوب دي بتلفزيون أسنات نايل سات فريكونسي 10510 ورلايزيشن فيرتيكال سيمبول ريت 17500 السكرتريا جمعت وسنبتنيش لتتقدم تقبي كل الدين اللي هلو اريتريين هي بشبكة انترنت اللي تابعوا لقدرو حر راديو تون السلام عليكم حيث ما تنسيتنا يوم إسراء في يناير سنة كل 1000 وحتى جمعتو كان يوم كرن سيوب جنن بس أخبار إجل تراجلكم اتحاد أوروبا حكومة إريتريا تأسيسوبيا قبلها لا حرب شارقوتا إقل منطقة قارة أفريقيا اتحدث بقوة ندعو التتلبل شرحام نائب رئيس مفوضية اتحاد أوروبا جوزيف بوريل يوم 15 يناير موقع نايل اتحاد التمشري الكتب لحرب كل رسوق قضية داخليتنا توبيا انتم حكومة إريتريا تحرك شارقوتا إقل منطقة قارة أفريقيا زيادكم حمرقايا وتأثير سلبكم حبقاتا شرحام وقولان سلطة توبيا اكتبت شارقوت إريتريا تحرب اتحقي بيبلي ستهيبو تانحامتون يوسف بريل كتوبون من مناطق لحرب مثل هلا تقارير مرر الأسف ولا شاكل تحق ولا بيلان اتأثرتوت أسل ركض جرائم قتل قاطفوت أنسات وزمات ممتلكات لا مثل جرائم حرب الإصلاح بتخطات أسر الشعب سبد حنجركم هلا حبور هلام لو قل بالسطة اتحاد أوروبا دنقوبان رئيس وزراء أبي أحمد السلطات عند مثل أتي جلد إسفال لترجمكم وجيب عند الشران السنتيت لا شاف قطر عديل لتحذيهم لهلا حقوزام أرضقل لا فهلهم كم لأستهل أسفا قدام يوزيف بريل اتحاد أوروبا لجل توبيا لتبرعايا 88 مليون يورو سدايت مالكم جمع دايما أتأمرام حربات هدنا توبيا أمبال الدول قواري لسببوا تأثير إجوة توبيا زياد كل مليون شعب من منابرتهم كم شعصر يوم لتأمر تمت تنسيتنا باليوم دولي على أخبار جد الله تام هلام مثل كرين سيوب تلهليكم حيث أمت تنسيتنا يوم 3 موضوع طبقنا ما تامكم هلينا سلف بيان من الهيئة الوطنية الإريترية لمقاومة الدكتاتورية مناسبة 80 سنة من عملية فورتو 21 يناير وزارة إعلام أسمرة لا قبت إقلق بأتوم
كلا موضوعنا مثل أستاذ آدم حاج موسى ناشط سياسي ورئيس تنظيم الجبهة الوطنية الإريتريا للتغيير حضرت حالة إريتريا توبيا ومنطقتنا لتكسس مقابلة أولا كفال ثالثا موضوعنا برنامج مسؤول منتج جبي أمبل زنب لتبل حجار قصة نقدم التوتوم متابعتكم دي من سي بياننا يا ريا الوطنية الإريتريا لمقاومة الدكتاتورية أبو قلنا أمبت برك هلا هدود والزلام جما جما جياد دشنا شعبي فقرة جهري وكيما طباطب هجم سلب ور انتا وحاطر يوم قلنا رئيتو قبلات كالا بطر جياد بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى 21 يناير 2013 استشهد العقيد سعيد علي حجاي قائد مسيرة 21 يناير مسيرة إعادة العز والمجد لثورة إريتريا العملاقة بعد كنس واختلاع آثار الظل والهوان والاستسلام ومحاولة إعادة الاستعمار الاستيطاني الأثيوبي الفاشي إلى إريتريا، ولسان حاله هيهات ثم هيهات لاكتمال حلقات التآمر على تلك الإنجازات والانتصارات الإريترية التي تحققت بفضل أرتال الشهداء وصمود وثبات كافة أبناء شعب إريتريا. لقد صارعت العصابة المتآمرة في أسمرة بعمل اللازم لحرق المراحل وتنفيذ مشروعها، وذلك بصد منافذ التقاط الأنفاس لحركة 21 يناير المجيدة من خلال المداهمات والاعتقالات والإقالات وتجميد في صفوف الكادر المتقدم في الجيش والسلك الإداري والدبلوماسي، بالإضافة إلى الإعلان الواضح والصريح والجلي إن شعب إريتريا وشعب إثيوبيا شعب واحد، ومن لا يقر لهذا فليعتبر لا يفهم التاريخ. حسب الادعاء السياسة أفورقي في عام 2018 عقب اتفاق السلام المشؤوم بين أبي أحمد وأسياس، كل المراقبين والمحللين السياسيين الإقليميين والدوليين يؤكدوا على خطورة بنود الاتفاق السلام بين إريتريا وأثيوبيا على الشعبين خاصة ومنطقة القرن الإفريقي بشكل عام، وإن مكمن الخطورة نابع من كونها تجاهلت رغبات وطموحات الشعبين في الانفتاح والديمقراطية ومشاركة في اتخاذ القرارات المسيرية، بالإضافة إلى أنها تجاوزت بدون خجل وتردد تضحيات ونضالات مسيرة الحرية والاستقلال الإريترية. وعند متابعة وقراءة تطورات الأحداث الراهنة في القرن الإفريقي عامة وفي أثيوبيا خاصة، يتأكد بما لا يدع مجالا للشك أن إحدى محاور ومرتكزات بنود اتفاقية السلام إشعال الحرب في المنطقة، وخاصة بين إقليم تيغراي والحكومة الأثيوبية المدعومة من قبل حكومة أسياس العميلة. إن الشعب الإريتري الذي ناضل من أجل انتزاع الحرية والاستقلال يعتبر المنادات بالديمقراطية والعدالة وحكم سيادة القانون حق مكفول لمن ينادي به أو يتبناه، وعليه فإن الشعب تيغراي من حقه أن يتمسك ببنود ومواد الدستور الأثيوبي ويدافع عن حقوقه وسيادته في حدود الدستور. أما ما قام ويقوم به أبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا وشريكه إثياس رئيس الطغمة الحاكمة في أسمرة يعتبر قمة الانتهاك بالدستور الأثيوبي وإعلان حرب إبادة شاملة على شعب تيغراي الرافض لإشعال حرب على المنطقة من خلال بنود الاتفاق السري في اتفاقية السلام المزعومة.
إن الهيئة الوطنية الأريترية لمقاومة الدكتاتورية تناشد كل الأطراف والفئات والهيئات الإريترية أن تنهض بمسؤوليتها الوطنية اليوم وقبل الغد، والإسراع في لملمة الأطراف وإكمال مشروع الوحدة في مواجهة هذا العدوان الذي يتعرض له شعبنا من قبل أسياس وزمرته، وذلك في تحقيق خطوة الحد الأدنى من الوفاق والاتفاق. ويجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لإنقاذ المؤسسة العسكرية من الرعب التي تعيشه من قبل العصابة المجرمة، وكما معروف أن هذه العصابة لا تتردد في القتل والتعذيب في وسط الجيش. هذا ليس استثناء للمواطن العادي. علينا أن نعيد الثقة على المؤسسة العسكرية على نفسها، ولا نتركها ضحية العصابة كما هو حاصل الآن. هذا يتطلب مننا أولا إزالة عدم الثقة والتحفظات بين المعارضة والمؤسسة العسكرية. ثانيا دعمها ماديا ومعنويا وبشريا وضمان حمايتها سياسيا. ثالثا بعد اكتمال الثقة بين الطرفين تحديد مهام المؤسسة العسكرية، وهي أولا إسقاط العصابة المجرمة من السلطة، ثانيا حماية الوطن والدستور وتكون بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية. إن الهيئة الوطنية الأريترية لمقاومة الدكتاتورية تنادي كافة ألوان المقاومة الأريترية من تنظيمات وأحزاب ومسميات مجتمع مدني وقيادات وطنية مستقلة أن تشارك وتساهم، وكل من زاويته لتحجيم وتضييق مسافات الاختلاف والتباين الثانوي وتحقيق الوحدة المنشودة الذي يتحقق من خلالها النصر المؤزر إن شاء الله. عاشت إريتريا حرة مستقلة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. الهيئة الوطنية الإريترية لمقاومة الدكتاتورية 21 يناير 2021. وشكرا.
كيرن سأيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حيسام تنسيتنا يوم قاشاي عند طبعنا ما دامكم هلينا قاشينا مناضل وناشط سياسي السيد آدم حاج موسى. مرحبا بك أستاذ آدم حاج موسى. مرحبا، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بك أستاذ عادل، وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء. مرحبا أستاذ آدم. طبعا لراجس أيوبتا بتقرأيت لتحلف مباشرة لبريطريا، ومن الوجود يوم هلوتك من نستفيدنا رسائل محمد دي بشعبنا قلنا بسحسب بس ضروريته، وقال اللقاء اللي عبو مكسب قلنا نركب منكم سلتو هنا أكيدات هليت قلنا سلف لنا استبدأ شوية خلفية وهبكرنا لتاريخ حياتك حاجة بسيطة كده مثل لما التنسيات قد تتآمر ومنه طوالي لبا موضوعنا قلنا مرحبا، أنا آدم حاج موسى بهل ترحل فوقت يعني سنة 1985 دي باتحادنا طلاب جبهة الشعبية ديوتو دي كومانتو، وكنت واستمريكم مثل الاتحاد إلى سنة 1999، وكنت أمر طبعا جبهة الشعبية التحريرية الإريترية كانت تنظيم وطني طوقة الهي، وعشان يعني خطوة طلع على أقلا قلت أن تصير قدرت يعني شعبنا الزمت وعملت قوة باعتبار أنه المطلوب لعله كفاح مسلحته، لكن أقوى تحرير لتنظيم ممكن بكل بساطة ممكن مجهود لنا يسرق قلنيبا نقدر، وبالتالي لتنظيم سيف مسلط ترقبتنا شعب سبت قبا برنامجه سبت قيارات توتالي. احنا قلنا استمر مسلية قدرناني، وسنة 1999 أنا اندحدكو خارج فوقكم عددتو عقوه يعني فترة دي السودان قسيكو فترة دي مصر، لكن في النهاية يعني وطن بحلالة سبتي الحدق. أنا مثل جماعتي ندد قامينا مثل يعني تنظيم يقولوا كونا سميناه الجبهة الوطنية للتغيير، واللي رايتنا اللي تنظيم اللي مواصل اللي نسك الله باعتبار أنه ممكن تغيير أمدتي سعية قبل شعبنا الأنبي تمجال معارضة، وبالتالي مش معارضة كمان مقاومة، لأنه يعني فريق هلا في مقاومة ومعارضة جنبي، لكن لظروف منطقة العالم كمسلة نحن حزبية صدفي جبت كمسلة قدام دي موج بحر يعني موجة دورتك كان حتى تبت حكا منطقة اللي بطحناها الليل، لكن في النهاية نحن تلعب ذهن لأنه بنفتح قدرنا، لكن سعيت بنا أجن أقبل ونحن سعيتنا كفوق اللي شعبنا كل المشاكل اللي ذكريو إلا أصابت لنا سياس كفوق يعني رحنا عند تطورنا تنظيمنا عند تطورنا شعبنا عند نظمنا اللي أصابت إلا كفوق أفقر من يعني كيف نسقطها من في الحكم يعني. فإن شاء الله مجهودنا شباب إريتريا اللي كله دي برسالة قبلها اللي حلفت يعني. جميل أستاذ. إن شاء الله مقاومة حتى يدين قبل قدام كفو فترة الله نحلف. شكرا جزيلا قل شرح لك لها كنا مباشرة التموضوعنا قلنا طبعا أستاذ آدم من هنا زي تل موضوع الله وكان الحالة اللي حاليا هلا إريتريا بقنا استبدأ متأور من حدام خالص انت دي اللي تنظيم اللي أو كان النظام اللي انتقاد لا ده انتقد كهودي بلا فترة لنا إلا حرب
حرب دي بإيه خصص سنة وكان شعب إريتريا اللي خصص ديبا حرب ديبا لا أتبع مباشرة انتقاد لا انتقدك فالانتقاد اللي تنتقد عنده لك يعني ميت القناعات لنا هيك يعني شوية كده قناعات لنا هيك كهب الناس شوية كده لا داعمون. شوف تمام قناعات لنا هي أنا شوية حرق العقبر قلكاته. احنا شعب إريتريا عانينا من استعمار لمدة 100 سنة 70 سنة كنا في كفاح سلمي طريقتنا هي سلمية يعني. وكم تحللنا شعبنا كفاح مسلح ثورة مسلحة دواداء من سنة 61 سنة 91 مرارة وطعماء قدرنا إريتريا قدرنا نحرر ودولتنا إريتريا واقع ملموس قلنا يعني. بعد هذه المعاناة واللي يعني حروب ومشتات دي في شعبنا الحصلة لأنه شعبنا أباي كملت بهال يعني عاسى قلت أبدح زي كم قبل بحرت أنا الشف لبل يعني برنامج تطبطا يعني سياسة الأرض المحروقة عند وده شعب كله برا في قرعة. طيب إحنا بعد التحرير مهمات على لقبي أصلا يعني كلمة لثورة هي ثورة شعبتا وشعب قلت تحرر ودولتي قلت أمسي صبت قبا لبرنامج لقبا على قلوا بعد التحرير واحد لأنه دي بثورة بزح خلافات حصلة في نجيلة ثورة يعني وإلا خلافات إلا ما كانت خلافات أوليها خلافات ثانويات وبالتالي أول ما كان يجب قلت يدير على قلا لثورة بعد ما خلاص أردت تحرر أصبحت الدولة يعني واقعة كان المفروض يبقى مؤتمر جامع للمصالحة الوطنية كويس لأنه لو كنا عملنا مصالحة وطنية لأنه شيء طبيعيته خلافنا رأي اللي هلا يقدر خلاف تنظيم اللي هلا قدر ده شيء طبيعيته وكان موجود ونحن استثنائي إحنا من شعوبنا عالم وده شيء طبيعي. فيبقى بعد التحرير عشان بابنا مشاكل ونعالجوه ونعمشتات نقفل المفروض جبهة الشعبية بعد ما حررت مؤتمر مصالحة دوديت كل إريتريين وطنيين يقول تجمع على قلا يعني اللي مسار اللي قباني. طيب عقوها كمان كالي برنامج نحن ثورة عامة من ثورة دي بدولة قلت أنتقل لازم يكون في عملية إجرائية قلت هلا بديبة يعني برضو عملية إجرائية قبتني حكومة مؤقتة ودينا بعد الحكومة المؤقتة قالوا والله حكومة انتقالية قلت قبأته وبالتالي مفروض الدستور قبأت والدستور قلمته وبالتالي عشان ننتقل في حكومة شرعية لأنه دي برنامج ناجح الشعبية من المؤتمر الثاني برنامج لفاقر على أنه إريتريا تبقى دولة تعددية ديمقراطية. أوكي اللي هي اللي يقبع. طيب اللي هي اللي يقبع سياسة أفورقي سنة 93 الثورة الجبهة الشعبية ذات تم اختطافها خطفت وسرق مجهود الثورة وبالتالي سياسة أصبح أنه ممتلكاتنا شعب إريتريا موارد بشرية موارد مادية أصبحت مسخرة لقوى أجنبية وبالتالي أول حرب عبثية سياسة أتيا دي بكونغو الديمقراطية لنصرة اللي هو لوران كابيلا في كونغو كينشاسا. نعم. بعد ذلك برضو تم ضرب اليمن سنة 94 في موضوع حنيف الذقر وكذا مني فقرنا استضاف حكاية بتاعت 25 تنظيم سوداني والسودان دولة داعمة للشعب الإريتري وأن الثورة الإريترية انطلقت من السودان كويس وخلفية الثورة الإريترية السودان منيت عليه لأنه يعني مثلا زي يوم تجراي
يعني تقرأ يوم سبت كردنت من كل الاتجاهات قلت تتنفس قادرتي الليثني يعني احنا التوقت لهي السودان قافلة من هنا من قبله مش نتنفس جماعتنا ندت الطوام تقول نسرح ليك إنه مشكلة حصلت يعني. وبالتالي 25 فصيل عند أمتع جيشنا برضو ضرب السودان فاللي ترين ده ليك إقلميت اللي واحد أنه هذا الرجل ده مش مشروع وطني لأن مصلحتنا شعب إريتريا السودان قبل تثبت كمان قبل تثبت كونغو قبل تيجيس اللي قبل تيجيس كن قبل تيجي لا أبدا لأن إريتريا كانت إثيوبيا كانت تعتبرها الإقليم الرابع عشر وبالتالي الإقليم ده كان فيه حروب لمدة 30 سنة يعني كانت ميدان لعمليات عسكرية كويس تحتاج إلى عملية بناء وترميم وبالتالي دي دولة حديثة تحتاج إلى تنمية بشرية إلى موارد بشرية إلى بناء خدمات طرق جسور كده وحتى بناء الدولة الرئيسية ذاتها يعني تحتاج إلى دستور إلى قانون انتخابات إلى قانون مسجل أحزاب سياسية إلى قانون مدني إلى قانون تجاري إلى قانون كل ما ينظم الحياة العامة في البلد اللي يقولوا تتحزعلك مقابل لاقوها أساس أنه يغطي الحرب دي وسم الشعب كله أنه هو شعب إرهابي وديل ده جهاد وده جبهة وده كذا وقدام كله سجونات شفت الكلام؟ يعني أكثر من 30,000 حنأردته طيب أوكي أنت حكومة وديك حكومة تسجن وتحاكم طيب نفر طبقته كويس حاكمه ميت جريمته تتأمر وبالتالي السجنة من قبل يسجن بموجب حكم بتاع القانون يعني قانون فرد كويس قانون فردي من قبل موجود في السجن بقوة القانون وليس بنية الحاكم يعني. كويس ولذلك اللي كل اللي لا بديل قب على دي إريتريا دول تريو إلا مشهد الأذان اللي ندي بإثيوبيا يبقى شيء طبيعي أساس قاعد بقول على بديل يعني بديل أسا من 93 سياس من ما استبدأ قل إلا من الله يعني شيء طبيعي طيب شيء طبيعي نعم شيء طبيعي تريد تقرأ اللي يجي شيء طبيعي لأنه دائما الحروب بالنسبة له عمر طويل نعم الكلام وبالتالي عمره اللي طول تحكم لازم يعمل كلام زي ده يعني كويس يبقى السؤال الكبير إذا السياس إذا عنده مصلحة من الحروب العبثية كويس بحيث أنه عمره اللي قريب التحكم كويس الجماعات المناوئة عليه المنادلين الشرفاء عشان قل صفيهم كويس زي ما صفى اتخذ شماعات وزي يقول له مجاهدين وأي إنسان متعلم خريج من بالذات في الجماعات الإسلامية خريجين المدينة المنورة وخريجين القاهرة اللي هو الأزهر الشريف سحبهم كلهم ودخلهم في السجون بحجة أن الجماعة دي مجاهدين وإرهابيين وهم ليسوا كذلك ربنا بيلا وهم ليسوا كذلك وإنما هو اللي أراد الكلام ده ليش لأنه عاوز يخلق نوع يعني يتماهى مع الدولة فهمت الكلام ولذلك ليه السياسة مسلل وده طيب أنا من وجهة نظري ومن الواقع الموجود السياسة من سنة 78 بشكل مؤكد يعني كان اتعرض لأنه تم تجنيده لصالح قوى أجنبية وأقصد تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تحديدا كويس وأن السياسة أفورقي كان يلتقي بطريقة أخرى يقول لهم ركبوه معنا قال لهم ناي سلايا ناي موساد وناي CIA وبالتالي السياسة عصوب نايوم صبت قبا وعامل نايوم صبت قبا مصلحتنا شعب إريتريا دي حنقولون ده آتية كويس مصالحنا إلهم شقهلة المنطقة فمثلا لما يمشي في كونغو دي منطقة نفوذ فرنسي فهمت الكلام وبالتالي الأمريكان كانوا عاوزين يخشوا فيها وكونغو هي منطقة صراع طويلة يعني معروفة كويس هذه المنطقة أمين الأمم المتحدة هامرشولد قتل فيها طائرته دي بأسقطها يعني
كويس، اللي هو لما كان جاء يفصل في معركة بين مجموعة باتريس لومبا وإقليم كاتينجا يعني كويس تشومبي. ولذلك سياس أفورقي ما ينفذه الآن في تجراي هي حرب أمريكية إسرائيلية، يعني مجد أمر اللي هي بصفقة القرن، اللي مشروع اللي مشروع سنة 96 لفقرة مشروعته، وأبوه أبو المشروع يعني في المشروع لفكره السيد مونبريز هو وتوقف لهي الشرق الأوسط الكبير من بهلالة أمن على. وبالتالي بإرتيا سنة 97 السياس بدأ ينفذ هذا المشروع. فهمت الكلام؟ بالتالي هذا المشروع إلى ماذا يهدف؟ يعني المشروع ده هدفه ميته، هدفه واحد اللي دول كل منطقة لها اللون، السودان وأثيوبيا والصومال يقل تقسمها من جديد، تفكيك الدول دي وقل تتقسم. السودان 5 دولات قل تقسمها، أثيوبيا 5 دولات قل تتقسم. فهمت الكلام؟ الصومال اوريدي الصومال لاند اللي والصومال وفي جبلاند الأولى كمان منطقة، ودي كمان حتى الآن عندها مشكلات اللي تقلق. وبالتالي أنه لما الدول دي تتفكك حيكون في تركيب. هذه التركيبة السياس دار يطلع لنا بدولة جديدة يعني. فهمت الكلام؟ مثلا وده موضوع خطير جدا اللي هو ما يعرف بدولة الأجازيان. فهمت الكلام؟ فالسياس هدفها اللي أقوله دولتنا أجازيان. لا أجازيان اللي تبال اللي جنيتاي من نقول اللي أبو سلعة ده اللي بيتكلم ده ما يتكلم ساكت أصلا، ده أصله تابع كان حرس للسياس، هو جندي من جنود 90 وبعدين أصبح من حراس السياس. وأنه المشروع ده طالع من مكتب السياس مباشرة يعني. الناس لكن بيفتكروا أن الوليد ده اشتغل وكده. وبعدين المشروع ده ما تم في تجراي، المشروع ده تأسس في إسرائيل كويس. وإسرائيل دولة أمنية، دولة أمن لديارتها يعني إدارتها بطريقة أمن لتجبيتها. فبالتالي إسرائيل ناهيك جماعات عندما أجانب منظمة اللي دوديبة منظمة سياسية اجتماعية لا أهداف، وأشرقتنا بيدين أفقرت تتوعد الناس بالذبح والويل والسبور. ما يسمح أجنبي من إسرائيل ما تسمح. أستاذ آدم لما مشروعنا إلى أجازيان نتبحل اللي مشروعنا سياسته حكومتنا يعني أنت برأ منه يعني. أنا حاوريك الويانة ديل أصلا أجازيان من قبل حكموا أثيوبيا 27 سنة كويس بشكل رسمي، وحكموها بالدستور وحكموها بالقانون وعملوا لها نظام جديد. أثيوبيا ما يتأمر قدم إلا اللي هو الفدرالية العرقية كويس، كل عرقية في أثيوبيا عملوا لها حكم ذاتي، وبالتالي يتحدوا مع الدولة الأثيوبية في نظام فدرالي كويس. تجراي أجازيان من قبل وأجازيان مش برنامج تجراي التجريني اللي تبل هلا مثل وحدة اللي يدو من قبل تجراي كانوا مهيئين. الكلام ده كان عملوه من زمان لسبب واحد، أولا تجراي أقليتهم نوصم دي بأثيوبيا باعتبار أن أثيوبيا 110 مليون من قبل، تعدادنا شعب تجراي 6 مليون يعني 6 مليون من 110 مليون حاجة كم حاجة بتاعت 5.5% قبل يعني فهمتني. وبالتالي اللي مشروع اللي لأمنا من قبل وخدمة يوم يقول لهم ذات عشان يتخلصوا من أغلبيات موجودة في أثيوبيا، الأورمو 60% والأمهرة 25% فهمتني. وبالتالي تجراي المشروع اللي من اللي هلا يقولون لأنه سبتهم أقليتهم قبت اللي أغلبيات اللي قل إيش سبت يقدروا قل مساحتهم ونفذوه أصلا. لكن تجراي ويانا بالتحديد الجبهة الشعبية لتحرير تجراي مشروعنا أجازيان للفرق يتأمنوا بوني وبالتالي تأمنوا بمن قبل التل 27 سنة في الأثيوبيا حكموا ونفذوا وعد. فرصة على تقولون يعني فرصة على تقولون بلا 27 سنة طبعا تعلم هتم أغليتهم ونفعيهم على مشروع من ونفعيهم على باعتبار أنه سياسة معهم يعني توم عارفين يعني بالمناسبة قيادة تجراي كانت بتعرف من هو سياسة أفورقي كويس. إحنا معلش كإريتريين
منطق سياسة أمري عناني مثلا، لكن قيادة تجراي سياسة أفورق منتو وود منتو ويا مولود وين ويا منطقة هم كانوا بيعرفوا يعني. والكلام ده قالوا يماني جمايكا اسمه اليمين، واحد كان طالع بيتكلم، كان عضو قيادي كويس، واتكلم في هذا الموضوع وبكل صراحة. عضو قيادي قيادي بارز، وجاء من جامايكا للولايات المتحدة الأمريكية، واستقبلوه مكتب قوات التحرير الشعبية، وجاء الميدان كويس، جاء اليمن، ومن اليمن جاء في أريتريا وقابل السياس وقال السياس قريبي. فهمت كيف؟ نعم كويس. ويماني جاء وأصبح جندي في الجبهة الشعبية وكلمهم، وهو جاء باعتباره تقراه مناصر، لأنه هو كان رجل شيوعي، وبالتالي جاء يناصر القضايا أو التيار الاشتراكي في إريتريا وكذا يعني. فهمت الكلام؟ وقبلها أن هو كان عاوز يمشي لناميبيا، لكن جماعة قالوا له يا أخي والله يا أخي أنت في ناس تقدميين موجودين ينادوا في إريتريا، بالتالي أنت عليك ممكن تمشي، وبالتالي رجع. أنا بنصيحة هؤلاء إريتريا ما تعيا. فلذلك يعني الآن تقرأ يعني إلا مشروعنا إلى أجازيان قدام وكل غالبية الشعب بالتحمل هلا هم بريئين منه، لأنه لا مش عاملين دي بديهم علت يعني مسلكة. نعم دي بديهم علت، وأنا هعجب لك قلموا يتلو تقرأ يعني. أيوة كويس. تقرأ اللي مشروع اللي مشروعهم يكون مشروع أجازيان للسبهل، مشروعنا سياس أفورقه كويس، مشروع تقرأ تقريني مشروع سياس أفورقه. أنت لما تجي من موضوع من اجتماع شمال البحر اللي تم في سنة 76 كويس، وخروج برنامج اللي هو نحنان على مانان وتقسيم الشعب الإرثي إلى قوميات كويس، على أساس لغوي، على أساس لغة مش أساس عرقي. تقرينيا بلينا ده جزء ليه؟ لأنه المشروع ده اللي نجح كويس لازم تتبع استراتيجية معينة كويس، اللي هي استراتيجية شد الأطراف وإثارة النعرات وفتن في قبائل وفتن في أديان، ويعني تستفيد من أشياء دي. وإحنا حنشوف كيف السياس في داخل الجبهة الشعبية مش قاعدكم على شرحوت يعني. لكن التل موضوعنا أجاديان سبتها جينا دي سبتها جينا دي بقولنا أجاديان. نعم. ثم لبين فوكا سنة 96 شمون بريز لبرنامج لنا الشرق الأوسط الكبير عن طاعة، وبالتالي منطقة الشرق الأوسط أمنيا واستراتيجيا مرتبطة بمنطقة القرن الأفريقي، باعتبار منطقة القرن الأفريقي باب المندب دي بس بتتركب. وبالتالي مثلا المصريين عندما هزموا إسرائيل سنة 1973 أغلقوا باب المندب، قفلوا المصريين مع الصومال وجيبوتي باعتبارهم صومال وجيبوتي أعداءهم في جامعة الدول العربية. فهمت الكلام؟ فقدروا أن يعدوا عليه. طيب إسرائيل دولة تبحث عن الأمن، ومن حقهم إحنا قلميت حسين باللومي، لكن برضو إن إحنا كشعوب كمان مصالحنا تتأمر قدام أدواتنا يقولون ده قبعنا شعبنا نفرتكي على لبنان يعني. فهمتني؟ جميل. ولذلك لموضوع صبت مطار السياسة تبناه عشان يسقط السودان. فالتجراي بالمناسبة انسحبوا من الخطة دي سنة 97. ولو تلاحظ يا عادل 97 حصل هجوم إريتري بالمنطقة الغربية، توغان 1 وتوغان 2 كويس، وبالجيرة منطقة الجيرة واللفة، وكذلك في اتجاه القرورة كويس، وتوغلوا القرورة حد مرافيق بطح على جيش يعني. وأنا كمان في فترة من الفترات متركوني بلا منطقة بعد أسبوع أسبوعين مش أنا حاضر، أنا شاهد عيانا أنا القرورة. جميل أستاذ آدم. قلنا واصلتوا دي اللي أولاي كفال دي بل ندخل لسنا دي بنفس الموضوع اللي بودي بكالاي كفال قلنا واصلتوا. شكرا جزيلا أسك كالاي كفال دي بقول نتعلم. كيرن سأيوب
مسؤول منتو. مرحبا بكم حيسام تنسيت برنامج مسؤول منتو. قتلنا يوم برنامج مسؤول منتو انبل زنب تحنتلات بلا رئيس من موقع بين اريتريا لنا سنة قصة حكار قلنا نقدم لكم توما تابعتكم انجليت فنتين ننسي. جب الشعبية لمن مدة ندال أنبت التطاف مواطنين حقوا حرية إريتريا ما قبلت كلمة قبيات تلاليتهم لدي مدة ندال قبل على التطاف شعب رادب من ما يعلم من أجل حرية إريتريا وفنقح فجر حقوا حرية كل قبيل لطبط النام سلا لما شش من علام أنبل اللي ما سروا مواطنين مثل أباي قبل تعاونوا دي بيكون جب الشعبية الساكت يسجن ويتبدن دبيلو لعبية مسؤوليات لا أنبل جريمة مكرايم تتكول على أبرياء مواطنين كروا علوم إلا كأفعال جب الشعبية حقوا حرية إريتريا ما أبلا أكيد قبيوت رسم مواطنين فنتيت معلمين مشايخ أئمة مساجد سبقات مجتمع تجار وكلهم كسرهم لحظ مواطنين إفسميت دحن وطن بزحام أبرياء مكرايم كويت إفنتيت لمدة ندال ب 72 لتأمر على الجهاز وبزحام أبرياء الأفنام وزيد بلن 3 سنوات حقوا حريات للت بهلام بزحام شرافة مواطنين مكرايم أقويتم اللهم لأسك أذي من مساكبهم اتقبيت انتم من أكانا سفرهم لقلوهم من أكانا شقلهم واتبعد قارات انتم لقتطفهم مواطنين أسك الله دي بالدنيا هلوم دي بالآخرة من دول يوم خصوصا لأمن وطن لا تتبهل مؤسسات اقل مواطنين حنيت أمن وأمان قبلهم بزحام أبرياء مواطنين يتبقوت كاريتا وتكره ليت مبدحو اللي قبل على جرائم أنفار مؤسسات أمن وطن مثل مكرايم قويت لليت مواطنين ناينوس مشاكل على لهم كمسلومان شعبيات من وجود اقل تمسحهم عند تيلات لنسأتا خطوة تام دي بالله مسألة الله قلت بالله قدر بزح من ماتو إلا دي موقع بين إريتريا لتكتبت حجار قصة أنبل زنب مثل كافية تام لبزحوا مواطنين خصوصا حقوا حرية إريتريا لتتبهل دي بالله 3 سنوات لتكتفوا ومقرايوم لتقويت بالله قبي لتكتفوا توم أنبل ذنب شيخ حامد قل له شقالة قد ما أنا فجر هداه الذي بقول تأخرتم لجاردين ما لا تحز استو وسوق ما لا تحز عند أداليكم التنحول مكينة قل عند أتكمتم عند بيلا يوم فانا يوم مكينته أسكعد تهربا منهم فينا بعد دار تاتيكون اللهم كلود بتفان يوم لعلى شقالة ديب جاردين شيخ حامد زياد 5 سنة واديامتم وشكل شقالة عند يقب بشكل بعلدار عند شقو نبرع علوم شيخ حامد ما سن الأم منهم لاما
بيوم يتم دي بالجاردين لشكو شكالا أقول لهم كلو الشاب كم سبنوس ريامهم توم شيخ حامد من جاردينو طول الأمرنا عائلات حجوزات إجلن دول مسلو خدار إننا سأثبت العبد صحن لا ما عمل الله طماطم وبصل 3 عائلات للهيبو اتبقوه لسوق دمان اند أتليو أسكل حلات اند الأتيم ريم اسمان ريوق اللي بطر الشرالوم شيخ حامد قال اسمان سلف انتبهوا لي علام حر لكن اسمان ما مثل إشارة إلى ودل على اتقبال اند قالوا وشيخ حامد اتلبل ابكرن وقل تلاك يوم شيخ حامد اسمان لتلاكيكم هلا حق ولا أقرسا أبوم قل هو الله أحد اليوم محز هلا ياسين تقبأ التوم بيلا والتاقيوم اسمان مسؤول أمنا إلى منطقة تقبي كم حذل أسر ولا فتح قتل ولا قتل راكبي لهم مو حاقل مال شعب النزبمت نبر علام اسمان دي بشيك حامد دول مطام لما كانت مسأنة اللي السلف إلا كان حام حد 10 كيلو لقب بسل وأكلوا ما طماطم كمرام 100 اللي طماطم وبسل من سوق من حلف كأبو كم بيلا شيك حامد هي اللي نايزبه يكون خدار بيتنا تتلبل بل سألوم مناسبة بكا مقاشاها هلا قلكا اكل اللي بسل وطماطم اقل بيت بيهلا اسمان شيخ حامد مساكين اقل هبوتو اقل ليبو اللي حزام حنا ما شاء الله حدام حنا اند بيلا اتحجر من النوم اسمان للتلامس له هلا تمثل لما شايخ دولو يام ينتم قاشا لالي ما يتحقلو دول بيليو مقاصدكم هلا سبت آمرا شيخ حامد لهجيا بزهق لنا كشتاي حزام فقل اسمان اقل ملحزيكم هلا عند آمرا قبويو قل التلال سبت حزام ها انت اخبار كميتو بيليو كاقل لا بطور الهلا اقل آمر سألو يوم اسمان لا حاجات بسيطة تحزه ليكم 5000 نقفة دول بيلا شيخ 5 سن اندل تفكر اتو 5000 بسيطة تا اسمان انا جاردين بوت بهلتيكون حالتنا رب الامرة بخسارة نشكه لينا كل حاجات مثل اميركاب قال ديبنام اكا يمال تابتين تيكون نوسو وازامنا منهم لسيات الأدام لسينا تمنى وعرفنا إذا أنا يوم بربيك من تمن اسمان 5000 يكون حتى اللي في يتفقمية بيلا شيخ حامد وقل اسمان قل أتأمنه جربام إلا إنت مسو فجر خدار سوق من الليكا تركبتي الليكا من قبل قلمة تبتو الليكا 5000 هي مبديبا من كلب على جاردين يكون من نفر عادي جاردين ودكان لألبو قلت تركب قدر بيلا وديبلا جيبو ساكل عنا نزارت لفسام اللي كل جرادين ودكاكين سميتو اسمان أنا هيك أدم اللامة كاللكة معلكم أذي إلا 500 سبات ولا 4500 التلن كل يوم رب الهيبانا إن جمع قلكا بيلا شيخ حامد اسمال إلى الحزل هلا سلاد حقه بيلا كميلة نازل منام ثبت الأمر أنا 5000 بيلاكا تيكون 500 بيلاكا 500 كباكا تبطل شيخ حامد واللي جاردينكا كدا اللي تزرتكم هلا أنا أمر أقل ريكاتو بيلا اسمان وقل شيخ حامد نوالوم ملي إيتاتفار هني
جاردينيا من بسلة وطماطمة وكين حبتكم يتركبتو أنا متأكد أنا بيلا شيخ حامد ديب جاردينو حبتكم يهليت دامن سبت علام اسمان سن حارق دي بنتو وقل شيخ حامد إننا ويلو مكتوبو قيسا وشيخ حامد أسك عدتوا كلام شكالة جاردين شيخ حامد عدها كل شكل وعلام سبت علو عند الدررو سبابه مسكابون بتحو قبل لما كاين لحلف باس مثل جاردين سبتا نورنا ماكينة عنصرو يا إلا ماكينة إلا لا لمدر آيات جيس الليل إلا الأورم النوم لأرد كدانو فرس سبتو سن فاره من ندي بنتوم ماكينة حكومة من يتجبي شعبي لا تألا ساعة الله جيسي مثلني ساعة كمل لنده ساعة كره بيلا لك على أيوم ساعة عسرت بالهليل دول بيلا لماكينات كم قربطون ولا نور تفام لا شك على اتلا همتو متهلو وروت كبدلا جاردين تلسعي مطيوم مسلا فرات لعلة التوم وبلا بيدلا جاردين اتسبت علو واللسال هلا ناس لعد حشت طول العلو بسل اندك يا سبت حلفا يا والسب ميت دحنك وفزري كايتك بيليلو روتوم ليلات من السعيو على ندي باتر بعد اللي مكايد أرديش واتكاتو كشع اللو بيلا يوم وباو حلف يوم كليتهم لشكالا مثل وكد يوخدو لرأوا مكينات ولا هليت التوم فرهت من عسكريات وبلا لجاردين قدامكم هلا استو أمور سبتو اتعكام بعدت قلت هبعو أسر لسأل على ناس قبو وبزهن دي الأرايمو تحبعو حقو سر ساعات قبي يبا جاردين بطار يترعو اللهم بس آمرام توم اقنات لحزمات آمهلو بيلو انبلا بطاريت لو الليت ملحزوبة هلو وكم نفر توم قل آمرومي قدرو سبلا بطاريت اتلا أكانوم لالي كفلو وحقوها من نجاردين فقرو لا منور تافل على مكينات قبايا لأبا مسات أبا حرق بلد ورط من شكالا قلما الهيوم قدم لمكينات اقبلت الليل أما ترحنا دي بأنوده حنا من أقبل سب عند أما مماثل على مسل بيلا يوم التعود واد لا السبوح أسكلا جاردين مكينة تمثل عوام قبطلا جاردين الذي بالتحبوا كان لبوم لمكينة نايمن كمتا أسكلا التدلو وروت كبقبويت شانكام لمكينة اسمان نايلة أمن مثل كلوت أنفار مكتبو وكلوت عسكري السلوحام وشيخ حامد على التام التجاردينكم أتو اسمه شيخ حامد مثل ترفو ولا عساكرو كلوت أنفار أمن التفتيشنا إلى جاردين قبو حقو بزح تفتيش لسلاح دافنا متل علو أكان ديبا مسو وقل اسمان لا كوم اسمان وشيخ حامد متقوم يقول شيخ حامد هي إلا كلت حتى لا لاسمان لحبقى يا خينات لسه قوتهم من جاردينوت قدموا دفون على السلاح أفقروا اسمان مثل جهات كم شاكين أمر تمثل عالكا بيلي يقل شيخ حامد
شيخ حامد من إلا للسجت التلهلية الجريمة بريكمتو لأمر لكن مقل ودين من إلا كانوا اتاكم أتا دلا يولبو حسام التنسيات برنامج مسؤولون توم أمبل زنب اتحنت إلى تبلا رئيس من موقع بين أريتريا لنا سنة قصة حكار دي بالله تامة الليت متابعتكم محمد حيث تنسيتنا يوم برنامجنا قلنا تمام أخبار إقلت قمقلكم اتحاد أوروبا حكومة إريتريا تأتيتوبيا قبلها الله حرب شارقوتا إقل منطقة قرى أفريقيا اتحداث بقوت ندعو التتلبل شرحام نائب رئيس مفوضية اتحاد أوروبا جوزيف بوريل يوم 15 يناير موقع نايل اتحاد التمشري الكتب لحرب كل رسوق قضية داخليتنا توبيا انتم حكومة إريتريا تحرك شاركوتا إقل منطقة قرى أفريقيا زياد كم حمرقايا وتأثير سلبي كم حدقاتا شرحام وقولام سلطة توبيا ثبت شاركوت إريتريا تحرب اتحقي بيبلي تتهيبو تانحامتون يوتيب بريل كتوبون من مناطق لحرب مثل هلا تقارير مرر الأسف ولا شاكل تحق ولا بيلان اتأثرتوت أسل ركض جرائم قتل قاطفوت أنسات وزمات ممتلكات لا مثل جرائم حرب الإصابة أخطاء أسر الشعب سبد حنجركم هلا حبور هلام لو قل بالسطة اتحاد أوروبا دنقوبان رئيس وزراء توبيا بي أحمد السلطة اند مثل أتي جلد اتفال لترجمكم وجب اند الشران السنتيت لا شاف قطر عديل لتحذيهم لهلا حقوزام أرضقل لا فهلومكم لأستهل أسفا قدام يوزيف بريل اتحاد أوروبا لجل توبيا لتبرعايا 88 مليون يورو استدايت مالكم جم دايما أتأمرام حربات هدنا توبيا أمبلا الدول قواري لسببوا تأثير إجوة توبيا زياد كل مليون شعب من منابرتهم كم 19 يوم لتأمر حيثام التنسيق كرنس أيوب لاقي اليوم الدولية ملعنا برنامج نادي باللي تمم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئ جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقرنا متحكمتو أسكو دحنا اسمنو